خلينا نتحدث الآن عن المغرب. يعني المغرب اليوم توجه إلى تصنيع كامل يعني بالنسبة لشركة رونو، يعني بالمنتج رونو. اليوم لو نتحدث المغرب، ماذا يتوفر عند المغرب ولا يتوفر عند الجزائر، خصيصا وأن الرقعة الجغرافية للجزائر مساحتها كبيرة جدا. يعني نسبة الإدماج في المغرب يعني مرتفع جدا. في الجزائر مثل ما تحدثت الآن قريب منعدم. ماذا يتوفر في المغرب الشقيق ولا يتوفر في الجزائر؟ السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سننطلق في رحلة إلى أرض تاريخية، حيث أصبح المغرب مركزاً استراتيجياً لصناعة السيارات. الآن يعد المغرب الأول في إفريقيا وواحداً من أفضل الدول في العالم في هذا المجال. بدأت القصة في خمسينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين تزايدت صناعة السيارات بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الإنتاج السنوي من 30,000 إلى 1,000,000 سيارة. وظهرت مصانع عملاقة وشركات كبرى تعمل في المغرب، مما جعل البلاد منصة صناعية إقليمية مهمة. وفي غضون فترة قصيرة تحول المغرب إلى منصة صناعية إقليمية مهمة في مجال تصنيع السيارات، وأصبح حلم 1,000,000 سيارة حقيقة ملموسة، مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعت في المغرب لإنتاج 1,000,000 سيارة بحلول عام 2024. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن صناعة السيارات في المغرب شهدت نمواً متسارعاً، حيث استقرت شركات عالمية مثل رونو وبيجو الفرنسيتين، بالإضافة إلى شركة BYD الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. وفي ظل تطور السوق، توجهت شركات عالمية أخرى مثل مجموعة فولكس فاجن الألمانية وتويوتا اليابانية نحو الدخول في سباق الصناعة في المغرب، حيث قامت بتأسيس مصانع لتعزيز وجودها في هذا القطاع المتنامي. وفي إطار تعزيز هذه الاستراتيجية، أطلق المغرب 26 استثماراً صناعياً في قطاع السيارات خلال عام 2017، مما يعكس التزامه الثابت نحو تعزيز التنمية وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. تم إطلاق مشروع صناعة السيارات في المغرب عام 1959، وقد أنشأت الحكومة المغربية شركة لصناعة السيارات في الدار البيضاء بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية وشركة سانكا الفرنسية التابعة لها، بهدف إنتاج 30,000 سيارة سنوياً. في المرحلة الأولى حصلت الحكومة المغربية على 38% من حصة الشركة، و14% للقطاع الخاص في المغرب، و40% لشركة فيات سانكا، و8% فقط لشركة رونو. ومنذ بداية الشركة كان معظم إنتاجها يأتي من شركة رونو، حيث اشتهرت بسيارتها الاقتصادية التي كانت تستهدف الدول الأوروبية والشرق الأوسط. في الشركة تم إنتاج سيارات من نوع رونو 4. توقف إنتاج هذا الطراز، مما أدى إلى ظهور العديد من النماذج. وفي ظل نجاح المشروع المغربي والذي يتمتع بموقع استراتيجي، مما ساعد على التصدير، ونجحت مجموعة رينو في الاستحواذ على 80% من الشركة. ومنذ بداية الشركة كان معظم إنتاجها يأتي من شركة رونو، حيث اشتهرت بسيارتها الاقتصادية التي كانت تستهدف الدول الأوروبية والشرق الأوسط. في الشركة تم إنتاج سيارات من نوع رونو 4. توقف إنتاج هذا الطراز، مما أدى إلى ظهور العديد من النماذج. وفي ظل نجاح المشروع المغربي والذي يتمتع بموقع استراتيجي، مما ساعد على التصدير، ونجحت مجموعة رينو في الاستحواذ على 80% من الشركة، بينما حصلت بيجو ستروين على 20%. اليوم
وصلت الطاقة الإنتاجية للمصنع في المغرب إلى 80,000 سيارة سنوياً، ويعمل فيه أكثر من 1030 موظف. وفي عام 2012 تم افتتاح مصنع تحالف رونو نيسان في مدينة طنجة المغربية، حيث يتم تصنيع سيارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 170,000 سيارة، ويعمل في خط إنتاج أكثر من 5,000 موظف. وتم اختيار مدينة ملوث الصغيرة لافتتاح المصنع بهدف استراتيجي بارز. تبعد المدينة نصف ساعة عن ميناء طنجة المتوسط، وهو أكبر ميناء في المغرب، مما يسهل عملية نقل السيارات الجديدة إلى الميناء لتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الشرقية وشمال إفريقيا. وقد استثمرت شركة رونو مليار يورو في هذه المنشأة، حيث نجحت في تصنيع أكثر من 48,000 سيارة في السنة الأولى. وأعلنت الشركة حينها أنها تهدف إلى تصنيع 250,000 سيارة بحلول عام 2015، لكنها أعلنت في ذات العام أنها تجاوزت العدد، وتمكنت من تصنيع أكثر من 288,000 سيارة. وأشارت إلى أن المصنع نجح في توفير السيارات الاقتصادية بكثرة، خاصة من طراز داسيا الذي حقق نجاحا كبيرا في المغرب وفرنسا، وجعل نجاح رونو نيسان الكبير يدخل الشركات الجديدة السوق المغربية. في عام 2015 أعلنت مجموعة بيجو عن استثمار بقيمة 557 مليون يورو لبناء مصنع جديد لها في مدينة القنيطرة. افتتح مصنع في العام 2019 لإنتاج المركبات والمحركات، وكانت بطاقة إنتاجية تصل إلى 90,000 محرك و200,000 سيارة سنوياً. وبلغ الإنتاج اليومي للمصنع في العام الأول 80 سيارة يومياً، مما أدى إلى خلق فرص عمل لأهالي مدينة القنيطرة. وقامت إحدى الشركات الصينية بإنشاء مصنع في مدينة طنجة لإنتاج السيارات الكهربائية، وبات ثالث مصنع للسيارات في المغرب بفضل موقعه الاستراتيجي. ذكرت الشركة منذ البداية أن هدفها هو الوصول إلى الأسواق الأوروبية من خلال المصنع، وتطمح لتطوير صناعتها بمساعدة الخبرات المغربية في هذا المجال. ورغم أن كل المصانع في المغرب اليوم تابعة لشركات أجنبية، ومع ذلك قام المغرب بتجربة صناعة السيارات المحلية، حيث أسس في عام 1999 شركة تختص بإنتاج السيارات الخارقة والرياضية تحت اسم لاراكي بواسطة رجل الأعمال عبد السلام العراقي.